السلام عليكم متتبعين مطبخ حسناء. فيديو اليوم كما تشوفوا هو عبارة عن كيكة عادية في الكسكاس رائعة جدا وقوامها أيضا رائع. هي طريقة في الطهي أجنبية، ممكن من الصين أو اليابان، ما عرفاش بالضبط، ولكن تطلقوا عليها اسم ستيمد كيك. نتمنى ان الفيديو اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. خصكم ضروري تفعلوا الجرس. هذا قوامها من الداخل هش ورائع. الى عجبتكم خليوا لي تعليقاتكم، فهي حافز لي باش نعطيكم المزيد من الوصفات. غنخليكم مع الصور وننتقلوا لمراحل التحضير. غنحتاجوا مكونات عادية يعني موجودة في أي بيت كالكيكة العادية. الاختلاف في بعض المراحل. غنحتاجوا كأس من الحليب، كأس من الزيت، وكأس من السكر، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كيس فانيليا، 14 غرام من بيكنج باودر أو 18 أو 16 غرام عفوا، ملعقة خل صغيرة، ملعقة غير مملوءة من الكاكاو كبيرة، وكأسين ونصف من الدقيق. غادي نوضع خلاط كهربائي لهذا الشكل، أو غادي نوضع مولينكس عادي تا هو تيطلع فيه وتيجي زوين. غادي نوضع البيض، غادي نضيف عليه السكر وغادي نضربهم مزيان. غيكون اللون ديالهم اصفر حتى يتحول تقريبا للبياض من 4 حتى 5 ديال الدقائق. ومن بعد غادي نمروا لمراحل اخرى. صافي من بعد ما ضربته مزيان ما تشوفوا اللون ديالو تبدل، غادي نضيف عليه الزيت هو الاول، وايضا الحليب والخل. بالنسبه للخل يعني الدور ديالو هو تيطلع لنا الكيك وتيجيبو هشيش. غادي نوضعكم مجموعه من الكيكات في صندوق الوصف باش تشوفوهم وتجربوهم. غادي نردو يتضرب مزيان حتى يدخلوا الهواء مزيان ويطلع البيض شويه. من بعد غادي ندوز لمرحله مواليه اللي هي غادي نجيبو البرمه وغادي نوضع فيها الماء وغنديرو يغلى او طلع فيه الباغ فقط. الجانب الاخر غادي نغربل الخماره او البيكنج باودر وغادي نخلط مزيان، وغادي نكمل بالدقيق حتى هو غنغربلو شويه بشويه حتى ندخل الدقيق كامل، يعني 2 الكيسان ونصف. وغادي نحركو في اتجاه واحد فقط. غنكمل بهذه الطريقه حتى نحصل على قوام عادي للكيك. غندوزو نهضروا بالنسبه للمول. بالنسبه للمول غادي ندهنو دهنه خفيفه بالزبده وغادي نرشوه بالدقيق باش نمنع الالتصاق. هذا هو قوام الكيك كما تشوفوا، وهذا هو المول ديالي من بعد ما وجدته مول عادي للكيك. غادي نوضع 3/4 من خليط الكيك، والربع غادي نخليه. غادي نضيف له الكاكاو المر على حسب نوعيه الكاكاو. انا درت معلقه كبيره مع امراش، وانتم على حسب نوعيه الكاكاو اللي عندكم. غادي نوضع خليط الكاكاو بهذه الطريقه، طريقه عشوائيه في الوسط، وانا تندور يدي ونعليها شويه. من بعد بواسطه ملعقه او سكين غنحاول نوضع خطوط هكا عشوائيه من الابيض للاكحل ومن الاسود عفوا الابيض او البني. هنا الباخ ديال البرمه بداو تيطلعوا. غادي نضيف او غادي نحط عفوا الكيك في الكسكاس وغنحاول نقفلو بواسطه بلاستيك مزيان، وغادي نوضعو فوق البرمه وغادي نقص العافيه حتى التالي. فاش غنقص العافيه غادي ندير فوطه وغنغطيها فوطه او منديل، وغادي نغطيها بمغطايه تكون على قد الكسكاس باش ما يخرج لناش الباقي. الا ما عندكمش ديروا اي حاجه عندكم تبصيل القصدير مثلا. هنايا غادي نقلب الكيك بعد ما دازت نصف ساعه. اذا لقيتو السكين يعني ما خرج فيه والو فكفايه راها طابت.
لقيتوه مازال غادي توليو تردوا الفوطه وتردوا المغطى وغتخليوه من نص ساعه حتى 40 دقيقه على حساب، والبوطه تكون ناقصه التالي. هنا الكيك ديالنا من بعد ما وجد غادي نخليه يبرد تماما. بعد ما دازت 5 ديال الدقائق غادي نقلبو. هذا هو القوام ديالو هش كما تشوفوا. وغادي نزينو انا بدانيت بالشوكولات ومعاه الكفر. ممكن نزينوه بدانيت كراميل او بدانون مخلط مع الشوكولات دايب. انا نستخدم هاد الوافلز اللي عندي، نتوما استخدموا ايطونيك او اي يعني كوفر موجود عندكم. غادي ندهن مزيان بدانيت الجوانب كلها حتى نغطيها كامله. من الاحسن تغطيوها باش ما يجيش منظرها لان تجي شويه بيضه ولكن تجي رائعه. غادي نغطيها مزيان. بعد ما غطيتها غادي نكون فرتت داك البسكويت ديالي او طونيك او الوافلز. بعد ما فرتو غادي يولي يعني كفتات. غادي نحاول نلبس بيه الكيك. هو غيلصق لانه فايتين دهنا بدانيت. صافي غنلبس الكيك كامل بهاد الطريقه ومن بعد غادي نخليه يبرد تماما. هو اصلا يعني خصو يكون بارد وانتم تلبسوه. صافي غنخليه يبرد تماما وغادي نوضعه في طبق التقديم. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه. صافي هذا هو الكيك ديالنا، تيجي رائع وهش وزوين. ممكن تقدموه لضيوفكم والمنظر ديالو من الداخل ايضا رائع. الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد، وخليكم مع اخر الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالها كي جا من الداخل. ما تنساوش تزوروا صندوق الوصف، غادي تلقاو مجموعه من الكيكات، وايضا تزوروا القناه تلقاو فيها تقريبا 126 فيديو واكثر، كلهم متنوعين ما بين المالح والحلو، ما بين الحلويات الراقيه، حلويات اللوز، الحلويات التقليديه والكيك. شكرا على المتابعه، والى فيديو اخر باذن الله مع وصفه جديده. ونتلاقاو في اقرب وقت ان شاء الله. ما تنساوش تجربوا الكيك وتوضعوا لي تعليقاتكم كما قلت، وتصيفطوا لي تطبيقاتكم عبر الفيسبوك.